جايز في شارك والعصير وتعالى ورايا يا صاحبيكا في الملخص الجديد بتاعنا. بيبدأ المسلسل مع جان وهي بتشوف ورقة جايه لها من الجامعة بتقول فيها الجامعة انها اتقبلت في المنحة، وبتكون فرحانة وسعيدة جدا بان المنحة بتاعتها اتقبلت، وبتروح علشان تقول لأمها الخبر السعيد. ولكن لما بتروح لأمها في المطبخ بتلاقي ان عمتها بتتعصب عليها وكمان بترمي في وشها الطبق، بتقول انها مجرد خدامة وان هي مش عارفة ليه اخوها حبها، ولكن هي عمرها ما هتكون واحدة منهم. وبتكون شخصية والدتها ضعيفة على عكسها هي تماما، اللي بتكون شخصيتها قوية وبتعرف ترد على الأكبر منها، وبتقول لعمتها انهم اصحاب البيت زيهم بالظبط وان مفيش فرق ما بينهم، وان هي لو فضلت تعمل كده هتزعل. لما عمتها بتقول هتزعليني ازاي يعني، بتطلق طبق الرز في وشها وبتزقها على البوتاجاز. بتكون دي مشكلة صغيرة بالنسبة لهم في اليوم، يعني مش حاجة كبيرة لانهم كل يوم على الحوار ده. ولما بتروح لجدها وبتقول له ان هي اتقبلت في المنحة وان هي عايزة منه يدعمها خلال فترة الدراسة، بيقول انه مش موافق على فكرة السفر بره البلد والدراسة بره، وانها لو درست في تايلاند هيدفع كل اللي هي عايزاه، ولكن هو مش هيدفع جنيه واحد اذا سافرت بره او سابتهم. فبتقول انها مش محتاجة فلوس واساسا هي تقدر تعتمد على نفسها. طبعا بيتعصب عليها جدها جدا جدا وبيقول انه مش راضي عنها وكمان مش هيخليها تاخد جنيه منه. بعدها بنروح عند كوبر بطل مسلسلنا وصاحب شركات كبيرة جدا، وهو مستني صاحبته بيم عشان يعرض عليها الجواز، وبيكون متحمس جدا لانه بيحبها، ولكن هي اول لما بتيجي بيحاول يطلع الخاتم بتطلب منه انه ما يحرجهاش لانها بتكون ارتبطت بحد غيره. بيكون الشخص ده هو نوت، بيكون عنده سلسلة شركات كبيرة جدا واغنى من كوبر. فبيطلع كوبر وسط المطر وبيفضل يعيط وبيفضل يقول انه كان شخص كويس جدا معاها وانه لا يستحق النهاية دي. طبعا بيكون شارب لحد ما مش شايف قدامه وبيقع على الارض جنب الزبالة وبيفضل يعيط وبتكون المطرة نازلة عليه. في الوقت ده بتكون جان ماشية في الشارع ومعاها مظلة، لما بتشوفه بيصعب عليها جدا وبتعرف ان حبيبته لسه سايباه، فبتقرر انها تحط المظلة جنبه عشان المطر يبعد عنه، لان لو فضل كده ممكن يموت. كانت بتكتب رسالة وبتسيبها في جيبه وبتقول انها تتمنى ينسى اخطاء الماضي ويبدأ صفحة جديدة، وهي اساسا بتكون خلاص مسافرة وسايبة البلد كلها. اول لما بيصحى الصبح بيلاقي المظلة جنبه ومش بيكون فاهم ازاي، ولكن لما بيبص في جيبه بيشوف الرسالة اللي هي كاتباها وبيفهم ان في حد ساب المظلة دي جنبه. بعد 8 سنين بنشوفه هو قاعد في المكتب حاطط الورقة بتاعتها في برواز عند المكتب بتاعه، وفي نفس اليوم ده بيجي واحد من شركة جي بي وهو نوت المدير التنفيذي للشركة، والمفاجأة ان بيم بتكون موجودة معاه في اليوم ده. ولما كوبر بيعرف بيتوتر جدا، ولما بيقابلها بتعتل الجرافطة بتاعته وبتقول له انه لسه مش بيقدر يربطها كويس الصبح. بتكون جدته شايفاهم من بره وجوزها كمان، والاتنين مش فاهمين ايه اللي بيحصل. ولما بيخش الاجتماع جدته بتعرفهم على بعض وبتقول ان الاستاذ نوت من شركة جي بي وعارف انهم بيخططوا لعمل رصيف جديد في المدينة، وانه كان اول واحد داعم ليهم في المشروع لانه هو مفيد جدا للناس اللي مش معاهم عربيات. وبتقول انهم يقدروا يقعدوا سوا يتكلموا انها تخرج وتعمل حاجة وترجع تاني، وبتخرج عشان تكلم بيم وبتقول انها ست دلوقتي متجوزة، وانها تتكلم بذوق مع راجل تاني غير جوزها دي حاجة مش كويسة ليها ولا حتى ليهم، وانها مش متقبلة الموضوع ده خالص والاحسن لها انها تبعد عن حفيدها. وبيكون كوبر جوه قاعد مع نوت وبيقول انه مش حابب يشتغل مع الشركة بتاعته لانه واحد مش ملتزم بالقواعد. فبيقول نوت انه يقدر يستنى شوية وياخد قراره ده بعدين، لان لازم يشوف الشركة الاول ويشوف العمال اللي عنده. وبعدها بيخرج وبيعرف كوبر على بيم، وهو اساسا عارف انهم كانوا عارفين بعض ولكن بيعمل كده رخامة. لكن بيم بتحرج جوزها وبتقول انهم كانوا اصحاب ايام ثانوي والجامعة، وبتطلب من كوبر انهم يطمنوا على بعض من فترة لفترة لانهم كانوا اصحاب. لما بيخرجوا بره بيسأل مراته وهي بتحاول تعمل ايه، فبتقول انه استفزها لانه عارف بعلاقتهم قبل جوازهم، ولكن برضه حب انه يضايق كوبر وان ده مش صح. بعدها بنشوف كوبر وهو بيقول لجدته انه ممكن يمسك اي مشروع الا ده لانه مش هيقدر، فبتقول انه كده ضعيف وانه مش قادر يفصل حياته الشخصية عن الشغل، وانه طالما ضعيف كده تبقى هي مش هتقدر تسلمه الشركة من بعدها لانه مش هيقدر يكون مسؤول عن مئات الموظفين، واساسا لازم يكون مستعد لان في فترة صغيرة جدا في بنت اسمها جان هتيجي وتكون ماسكة الشؤون عندهم. بتكون جان رجعت تقعد عند صاحبتها في تايلاند بعد 8 سنين من سفرها، بتقول انها ترجع تشتغل في شركة كبيرة جدا متعاقدة مع شركة جدها عشان تقدر انها توارك الذهب بقت شاطرة ازاي وتخليه يندم انه سابها زمان. وبالليل بيفضل كوبر يفكر في اللي حصل الصبح وبيقرر انه هو هينزل يجري شوية، وبتكون جان برضو نازلة علشان تجيب اكل، وصاحبتها بتحذرها ان في واحد مجنون وقليل الادب في الشوارع ولازم تاخد بالها منه. لما بتنزل عشان تجيب الاكل بتشوف كوبر وهو بيجري وبتلاحظ انه بيجري وراها، فبترمي الاكل المغلي في وشه
وبعدها بترميه في البركة. لما بيسأله عمل كده ليه بتقول إن هو شخص قليل الأدب وإنه كان بيجي وراها، فبيقول له إنه كان بيمارس الرياضة مش أكتر، ولكن هي مش بتصدقه وبتطلع تجري. ولما بتطلع بتقول لصاحبتها إنها قابلت الراجل اللي هي قالت عليه. وبعدين بنشوف إن بيم دايما أصحابها بيقولوا إن جوزها رجل مثالي وإنه عمره ما زعلها وبيكونوا غيورين جدا، ولكن أول لما بترجع البيت مش بتلاقيه، وبتروح الفندق اللي هم بينزلوا فيه وبتلاقي إن جوزها بيخونها، وبتقول إن دي مش أول مرة وإنها زهقت منه. ولما بيحاول إنه يصالحها الموضوع بيبوظ زيادة ومش بيقدر إنه يعمل أي حاجة. تاني يوم الصبح بتروح جان الشركة وبتقابل جدة كوبر اللي بتعرفها الشغل وإنها متعاقدة مع شركة كبيرة دلوقتي علشان شغلهم يكون أسرع. ولما بتنزل عشان تركب عربيتها بتخبط كوبر بالغلط وبتفتكر إن هو مجرد واحد شغال في الشركة، وبتستغرب جدا إنه شغال في شركة كبيرة زي دي، فبياخد رقمها علشان لو الجرح بتاعه محتاج فلوس كتير للعلاج تساعده، ومش بيقول إن هو المدير بتاع الشركة. ولما بترجع البيت بتقول لصاحبتها عليه وإنه شغال معاه في الشركة، وبتكون مستغربة الموضوع ده جدا. ولكن فجأة بيرن على صاحبتها اللي هي كانت مدياه رقمها، ولما بتعرف إن هو كوبر بتقول له إنها تيجي بيته حالا عشان تشوف جرحه. بتعرفها إن كوبر ده ساكن معاها في البرج من زمان وكل البنات عايزة تتجوزه أساسا، وإنه هو مش الشخص الوحش اللي في بالها. وبالفعل بتروح وبتعرف هناك إنه هو حفيد صاحبة الشركة، وساعتها بقى بتقرر إنها تقرب منه لأنها ساعتها هتكون فرصتها أكبر في إن جدها يعرفها بسرعة. بتتفق معاه إنها تجيله الصبح عشان تشوف جرح تاني قبل ما يروح الشركة. صاحبتها بتكون مش عايزة إنها تعمل كده، ولكن هي بتقول إن مصلحتها أهم من أي حاجة ولازم تمشي ورا دماغها. أول ما هي بتمشي من عنده بتيجي بيم وبتقول إنها متخانقة مع جوزها وإنها عايزة تقعد عنده الليلة دي بس، ولكن هو بيكون راجل محترم وبيقول إنه لازم يرجعها البيت لأن دي مشاكل أسرية هو ملوش دعوة بيها. بالفعل بينزل عشان يوصلها البيت، وفي الطريق بتروح الصيدلية علشان لما جوزها يسألها كانت فين تقول إنها كانت بتشتري حبوب للصداع. تاني يوم الصبح لما بتروح جان عند كوبر بتلاقي إن بيم وقعت الحلق بتاعها عنده، ولما بتسأله بتاع مين ده مش بيعرف يرد عليها، ولكن بيتصرف وبيقول إن هو بتاع أخته لأن هو مش عنده حبيبة، وبتكون بيم هي اللي رمياه عنده قصد. بتفضل تفكر فيه أول لما بتصحى، وبعدين بتخرج علشان تفضل مع جوزها، وبيطلب منها جوزها إنها تروح معاه عشان تقابل واحد صاحبه ولسه راجع من سنغافورة، ولكن هي بتقول إنها تعبانة وعايزة تقعد في البيت. فبيطلب منها إنه لو اتأخر ما تقلقش عليه لأنه هيكون مع صديقه ده أكيد. بيفضل كوبر يبص على الحلق وبيفتكر لما اداها الحلق أول مرة من 9 سنين، ولكن بعدها بيفتكر كلام جدته إنه لو ما عرفش يخش في المشروع ده بسببها فإذا هو كده غير مسؤول. فبيروح بعدها لجدته وبيقول إنه هيروح بوكيت علشان يعمل المشروع. وبعدين بتيجي جان على الشركة وبيعرف إنها البنت الجديدة اللي هتكون المستشارة في الشركة. بيطلب منها تروح مكتبه علشان يعرفها كل التفاصيل بعد إذن جدته طبعا. ولما بيخرجوا من المكتب بيقول إنها كانت عارفة إنه نائب الرئيس في الشركة، ولكن كانت عاملة نفسها مش عارفة. بتقول له إنها لو كانت تعرف أكيد ما كانتش هتهينه بالشكل اللي هي أهانته بيه، إن مفيش أي حاجة في شكله تقول إنه نائب الرئيس، وخصوصا إن مفيش أي بوستر حتى في الشركة لصورته. فبتقول إن هي شايفة رجل كويسة جدا وقادر يمشي عليها، فبيقول لها دي وجعاني جدا. بعدها بيروح على مكتبه عشان تاخد منه الملفات، وقبل ما تمشي بيقول إن الورق ده مش كفاية وإنهم محتاجين يتكلموا شوية، وبيعرض عليها تيجي البيت عنده بالليل. فبتقول أنا أجيلك، فبيقول لا خلاص أجيلك أنا، ممكن يتكلموا بره في المكتب مثلا مش لازم شققهم يعني. فبيقول بكرة السبت ومفيش مكتب أساسا، وبيقنعها عشان تشوف جرحه وبالمرة يتكلموا في الشغل. بعدها بيروح كوبر عند بيم في الفندق عشان يرجع الحاجة بتاعتها وكمان عشان يتكلم معاها، وبيقف وبيقول إن كل حاجة ما بينهم انتهت من 8 سنين وإن خلاص ما ينفعش يرجعوا سوا لأن هي ست متجوزة وهو كمان مركز في المستقبل بتاعه. ولكن أول ما بيسيبها وبيمشي بيغمى عليها وبيكون لازم يوديها للمستشفى. ولما بياخدها هناك بيعرف إن عندها مشاكل كتيرة جدا في الرحم، وإن ده بسبب إنها بتاخد أدوية عشان تخلف لأن هي عايزة ابنها يكون الوريث الشرعي لممتلكات جي بي كلها، ودايما عندها عقدة إن هي ما ينفعش تسيب جوزها علشان كل الثروة دي ما تروحش هدر. لما بيقعدوا بره بتقول إنها لو كانت اختارته من 8 سنين ما كانش كل ده هيحصل، وكانت هتكون سعيدة في حياتها، ولكن بسبب اختيارها الغلط عاشت حياة لا تتمناها الألد أعدائها. ولكن هي ما ينفعش تسيب جوزها لأن هي استحملت كتير جدا وخلاص لازم تكمل المشوار. لما بيرجعها البيت بيفتكر إن هو كان عنده ميعاد مع جان ولازم يرجع البيت حالا، ونوت بيكون شافها وهي راجعة معاه وهو بيفتكر إنها بتخونه، فبتقول إنها زهقت منه وبتسيب البيت وبتمشي. وبنروح لكوبر اللي لما بيوصل عند شقته بيلاقي إن جان نايمة قدامها، فبيصحيها وبيتأسف إن هو اتأخر أكتر من ساعة، وبيطلب منها ينزلوا ياكلوا في أي مطعم عشان يتكلموا. وبالفعل بينزلوا وبيتكلموا في الشغل وإن هم لازم يطلبوا فلوس أكتر من الشركة اللي داخلة شراكة معاهم لأن المبلغ صغير جدا على الشراكة. بعدها بنشوف بيم وهي رايحة لصاحبتها وبتعرف منها إنها اتخانقت مع جوزها تاني طبعا، وبتقول إنها لازم تستحمل كل حاجة منه لحد ما تاخد كل أملاكهم. وتاني يوم بتروح جان لبيت أهلها عشان تقابل والدتها، وبيكون كوبر ماشي وراها وبيتفرج عليها وهي بتسلم على والدتها وعلى الخدامة اللي هناك اللي كانوا أصحاب جدا وهم صغيرين. وبتكون والدتها إيدها مجزوعة وبتقول إنها واقفة من على السلم، ولكن بعد والدتها ما بتخش البيت لأن عمتها طالبة منها حاجة،
الخدامة بتقول إن هي كان عندها برد وعمتها طلبت منها طلب صعب ودخلت فوقعت على إيدها واتجزعت، وبتطلب منها ترجع البيت في أقرب وقت. لما بيشوفها بيعمل نفسه جه صدفة وبيقول إنهم ممكن يروحوا يشربوا قهوة سوا. بعدين بيقابل سان صاحبه وهو قاعد معاها وبيقول له إنها المستشارة بتاعته ولكن قريب جدا هتبقى حبيبته. وفي الوقت ده نوت بيتصل بيه وبيقول له إن جده عامل حفلة وطالب منه يجي عشان الشراكة، فبيقول له إنه ما يقدرش يرفض طلب لجده، هيجي أكيد. بعدها بيطلع مع جان على البحر وبيقول إن المكان اللي هم ماشيين فيه ده هيكون مكان الحفلة، وبيطلب منها تكون حبيبته في الحفلة، وبعدها بيعترف إن هو معجب بيها. فبتقول وهي كمان مش بتكون فاهمة هي ليه قالت كده مع إنها المفروض مش معجبة بيه ولا حاجة. لما بتطلع الأوضة بتبدأ إنها تتنفس بسرعة جدا وبتقول هو إيه اللي حصل ده، وبيكون هو سامعها من البلكونة اللي جنبها، وبيقول إنه طلب فستان عشان حفلة بكرة، ولكن بتنزل جان عشان تقابل نوت أخوها اللي هو جوز بيم. طبعا هو مش بيكون فاهم أي حاجة وبيشوفهم سوا وبيفتكر إن كان في ما بينهم حاجة، خصوصا إن في إشاعات بتنزل إن بيم ثابتة عشان علاقته مع بنت تانية، وبتفضل دماغه تودي وتجيب لحد ما بتروح عنده الأوضة بالليل وبتسأله هو ليه مش بيرد عليها وعلى رسائلها، فبيدخلها وبيسألها عن نوت وهل في علاقة ما بينهم، فبتقرب منه وبتقول إن عندها حبيب وما ينفعش تخونه. لما بتخرج بتكون برضه مش فاهمة هي بتعمل كده ليه وإزاي بتقرب منه مع إنها المفروض مش بتحبه. بعدها بنشوف أصغر حفيد في العيلة عند جي بي وهو بيتكلم مع حبيبته وبيقول إن هو هيحاول يعمل كل حاجة عشان ياخد الولاء من جده. وتاني يوم بتكون جان بتجرب الفستان في أوضتها وبتلاقي إنه مش مناسب خالص إنها تروح بيه الحفلة، خصوصا إنها المستشارة بتاعت الشركة. ولما بتطلع البلكونة بتلاقي إنه قاعد، فبتقول إنها شايفة إن الفستان مش أحسن حاجة، ولكن هو بينبهر بجمالها وبيقول إنها رايحة بصفتها حبيبته ومش المستشارة، وبكده يكون الفستان لايق عليها جدا، وبيعرض عليها تغير الفستان عشان ينزلوا يفطروا، ولو مش عايزة ممكن تنزل بالفستان عادي جدا يعني. وبعدها بنروح لنوت وبيم اللي بيكونوا هيروحوا سوا برضو بالليل عشان الحفلة، وبيقول إنها لو رايحة عشان كوبر فترجع في كلامها أحسن لأنه هو هيعرفه النهاردة إنها بتاعته بس، وبيركبها العربية. بعدين بيجي ميعاد الحفلة وبيطلع كوبر وجان سوا وبيسألها هناك عن نوت، فبتقول إنها هتفهمه بعدين لأن الموضوع طويل جدا. بيجي نوت وبيشوفهم وبيقول لبيم إن دي أخته جان، ولما بتخش جان جوه بتقابل جدها وبتقول إن بقالها 8 سنين ما جاتش شافته وأكيد وحشته، فبيسألها هي جاية هنا ليه، فبتقول إنها تتمنى يحترمها شوية لأنها جاية كحبيبة كوبر وإنها دلوقتي مش جاية بصفتها حفيدته. ساعتها بقى بيعرف كوبر إنها كانت مدبرة الموضوع كله، وبيقول إنها كده كانت بتستغله وإن هي مش بتحبه بجد وإنه لازم يفهم كل حاجة. فبتقول إنها تعترف بكل حاجة ولكن ما ينفعش دلوقتي لأنهم في وقت العشاء. بتروح الحمام فبتروح وراها بيم وبتقول إنها ما كانتش تعرف إنها رجعت المدينة وإن هي كانت بتشوفها في الصور وبس، وبتسألها هي على العلاقة مع كوبر من إمتى، فبتقول لها إنه من كام يوم بس مش أكتر. فبتقول إنها طبعا مصدقة، لقت راجل غني ووسيم زيه، فبتقول إن دي حقيقة لأن الست مش بتلاقي الراجل كده كل يوم، وإن هي بتنصحها تقرب من أخوها أكتر من كده عشان لو ما حصلش هتزعل منها جامد. وبعدين بيرجعوا للعشاء تاني وجدها بيكون باين عليه إنه متضايق وإنه مش طايقها خالص، وبيقول لكوبر إنه هيخلص الورق قريب جدا وهيعرض عليه العرض الجديد. وبعدين بينزل وبيقول لحفيده قبل ما يمشي إنها عايزة تقف في وشهم ولكن أكيد مش هتقدر وهو عايزها تحاول. ولما بيرجعوا الفندق بيسألها عن الموضوع فبتقول إنه ما سألش، فبيقول إنه مهتم حتى لو ده ما حصلش وبياخدها على أوضته، وبيقول إنها كده كانت بتشتغل طول الوقت. فبتقول إنها ما تنكرش إنها كانت في الأول خالص عايزة تعمل ده، ولكن هي فعلا بقت معجبة بيه ومشاعرها حقيقية وعمرها ما كذبت عليه لما قالت إنها بتحبه. وبعدين بنروح لجدها اللي بيتكلم مع والدتها وبيسألها إذا كانت عارفة إن بنتها في المدينة وكمان بتحب واحد صاحب شركة، فبتفرح جدا لبنتها ومش بتهتم لكلامه. وحتى لما عمة البنت بتيجي عشان ترخم عليها مش بيكون هاممها وبتتصل بيها وبتقول إنها لو متضايقة من اللي حصل مع جدها تكبر دماغها، ولو اتخانقت مع حبيبها تصالحه، وكل ده من غير ما بنتها تنطق بحرف. وبيكون كوبر مع أصحابه وبيقول إنها ضحكت عليه ولكن هو بيحبها، هو مش عايز يبعد عنها، وإن دي أول مرة تحصل من فترة إنه يروح بمشاعره لبنت كده. وتاني يوم الصبح بيروح لأوضتها وبتكون لسه صاحية، فبتطلب منه إنه يغمض عينيه ويقعد في الصالة وهي بتخش تغير هدومها. بيم بتتصل بيه عشان تطلب منه يخرجوا سوا ويتعشوا، ولكن نوت بيجي وبياخد التليفون منها وبيطلب منه إنه يبعد عن مراته، فبيقول إن مراته هي اللي اتصلت بيه أساسا وبيقفل المكالمة. ولما جان بتخرج من أوضتها وبتقف معاه في البلكونة وبتقول إنها مش عايزة تنفصل عنه، فبيقول إنه لو كان عايز ينفصل ما كانش جه الصبح هنا واستناها، وبيطلب منها بس ما تضحكش عليه تاني أو تحاول حتى إنها تخدعه، وبيطلب منها تروح معاه في مشوار، وبيكون جايب بيت جديد علشان يعيشوا سوا فيه، وبيقول إنها حبيبته ولازم يعيشوا سوا. بعدين بتحاول تشرح له هي ليه سابت جدها زمان، وبتعرفه إنه دايما شايف إن أخوها الأحق بأي حاجة لأنه هو راجل لكن هي مجرد بنت، وإنه تفكيره رجعي،
وحتى ما كانش عايز يخليها تسافر بره، ولكن هي مشيت وغيرت اسمها وبعدت عنه خالص. فبيقول انهم ممكن ينسوا كل ده ويبدا صفحه جديده. بيروح عشان يتغدوا سوا، ولما بيوصلوا المطعم وبيطلبوا الاكل بيعرفها انهم هيروحوا الشركه سوا. بالفعل بيروحوا هناك وبتطلب من قريبها انها تقابل جدهم، وفعلا بتقابله وبتطلب منه انه يفصل ما بين الشغل والعيله. فبيقول انت اللي لسه شغال امبارح بتقول لي انا اعمل ايه؟ فبتقول ايوه، لان انت تفكيرك دايما مش بيكون صح اكتر حاجه في الدنيا. لما بتخرج بتلاقي ان بيم واقفه مع كوبر وبتطلب منهم يخرجوا ويتعشوا سوا. فبتتصل باخوها وبتقول له يجي عشان يتعشى معاهم. بتكون طبعا هي قصده عشان جوزها يكون معاها. ولما بيوصلوا المطعم هناك بيطلبوا الاكل، وبعدها بيبداوا انهم يتكلموا في الشغل لحد ما بتيجي الويتر وبتدلق الشوربه على هدوم جان. ولما بتروح الحمام بتروح وراها بيم وبنعرف انها اللي عملتها عن قصد. فبتهددها جان ان هي لو ما بعدتش عن طريقها هتخلي طريقها جحيم. وبعدين بتخرج وبتطلب من كوبر انهم يرجعوا عشان تغير هدومها. ولما بيحاول نوت انه يقعد مع مراته شويه ويخلي في اي كلام ما بينهم، هي بتقفل الحوار وبتمشي. فبيخرج وراها وبيقول ان احترامها اقل من نظره، وان خلاص كده هي مش هيجي وراها تاني لان هي كانت بتغازل كوبر وهي قاعده. وبعدها بنروح لاوضه جان بعد ما بتكون غيرت هدومها، وبيقول كوبر انهم لازم يطلعوا عشان ياكلوا سوا. اما بقى سان فمراته بتكون شافت بيم ونوت وهما بيتخانقوا، وهما كمان صورتهم وبتكون عايزه تنزل الاخبار على النت، ولكن سان بيرفض وبيقول انه كوبر قال له انه جاب بيت جديد علشان يعيش فيه في المدينه هنا وعايزهم يزوروا وانهم لازم يروحوا بكره. بعدها بنشوف جان وهي مع كوبر راجعين البيت بتاعهم بعد ما جابوا هدومهم وحاجاتهم كلها، وبتسال على علاقته مع بيم لان هي شايفه انهم اكتر من اصحاب. فبيقول ان هو شايفها صديقته مش اكتر ولا اقل، وان هي شكلها كده بدات تغير عليه. فبتقول لا طبعا، وانا غير ليه؟ فبيقول ما انت بتحبيني بقى، وبيضحكوا سوا. بعدين لما بيطلع كل واحد على اوضته بيكون مش معاها معجون اسنان، وبتطلب منه انها تاخد بتاعه. ولما بتخرج من الحمام بتلاقي المظله بتاعتها موجوده عنده، وكمان الجمله اللي هي كتبتها وقتها موجوده في البرواز. ولما بيطلع بتتخض وبتقول له ان بطنها وجعها شويه وعايزه تطلع الاوضه، وبتجري تكلم صاحبتها جايد. بتقول لصاحبتها فاكره لما من 8 سنين قابلت واحد وكان باين عليه ان في واحده مدمره مشاعره وانا حاولت اساعده؟ الراجل ده طلع هو كوبر لان لقيت الورقه بتاعتي موجوده عنده. فبتقول انها ممكن تقول له حاجه زي دي لان ده قدر ومجمعهم. ولما بيطلع عشان يطمن عليها بتقفل مع صاحبتها وبتخرج، فبيقرب منها وبتحاول تبعد، لكن هو بيوعدها انهم هيفضلوا سوا وانه عمره ما هيخليها حزينه. بعدها بنشوف بيم وهي قاعده مع صاحبتها وبتقول انها اختارت غلط زمان ودلوقتي عايزه تصلح غلطتها، ولكن صاحبتها بتقول انها ست متجوزه وما يصحش تقول له كده. بتقول له انها هي لو عايزه تعمل كده لازم تسيب جوزها الاول. تاني يوم الصبح جان بتصحى قبله وبتقول انها مش مصدقه انها شافته قبل كده، وهو بيكون صاحي وبيسالها شافته فين. فبتحكي عن الموقف اللي حصل من 8 سنين. بيكون مش مصدق ان ده حصل وانها قابلوش تاني وان القدر كان عايز يجمعهم. بعدها بنروح للشركه وبنشوف ان بيم محتاجه كوبر يروح معاها عند الدكتور عشان هي مش عايزه تروح لوحدها، خصوصا ان نوت عنده اجتماع. لما جان بتيجي وبتخش عليهم طبعا بتفهم غلط، فهو بيفهمها وبيطلب منها تروح معاهم، ولكن هي بتكون واثقه فيه فبتقول انه ممكن يروح لوحده. بعدين بنشوف حبيبه اخوهم الصغير وهي بتقول له انها تسهر النهارده في الشغل شويه عشان اخوها محتاجها. بعدين بنروح عند بيم اللي بتتكلم مع صاحبتها وبتقول انها خلاص زهقت وانها لازم تتطلق منه لانها مش قادره تعيش معاه. فبتتكلم صاحبتها بحياديه جدا وبتسالها سؤال منطقي، هل لو هي سابت جوزها كوبر هيرجع يحبها تاني يعني؟ بيكون طبعا ما عندهاش اجابه السؤال ده لان غالبا اجابته النفي. بعدها بنروح الشركه وبنشوف جدها وهو رايح يسلم على كوبر وبيقول ان كل الاوراق بقت عنده تقريبا، وبيسال هو بقى نازل فين دلوقتي لان جات له اخبار ان هو ساب الفندق وبيكون عايز يعرف هو فين عشان يعرف كل اخباره، وبيكلف ناس عشان يراقبوه. وبعدين بيسال حفيدته اذا كانت فاضيه عشان يكلمها، فبتقول انها مشغوله جدا، وبيقول انه شايف جدها انسان طبيعي جدا وكمان طيب وبيعاملها كويس، ولكن هي بتقول ان ده دلوقتي بس لانه هو عارف انها ممكن تاذيه. وبعدين بتقول ان جدها عمره ما حبها هي او نيت اللي هو الاخ الصغير، وان دايما نيت هو كان المفضل مع ان هي وهو من نفس الاب، ولكن دايما الفرق كان الام لان امها هي ما كانتش في نفس مستواهم. وبعدها بنشوف انهم راحوا المينا علشان يتاكدوا من البضاعه اللي وصلت على البلد، وبيكون نيت هو اللي بيوريهم كل حاجه. بيكون في حد واقف بيراقبهم طول الطريق عشان يعرف كل تحركاتهم. وبعدين بنروح وبنشوف ان عمتها بتتخانق مع والدتها، ولكن المره دي والدتها بتقوي قلبها وبتقول انها لو طلبتها هترد ضربه على طول في نفس الوقت ليها. ولكن الجد بيوصل وبيسال هي بنتها درست ايه بالظبط، فبتقول انها درست القانون والمحاسبه وكمان كانت ممكن تكون دكتوره جامعيه، ولكن هي حبت تنزل تشتغل في البلد.
بيطلب منها على الغدا انها تخلي بنتها تيجي تسكن معاهم حتى لو كام يوم. فبتتصل ببنتها وبتطلب منها تيجي تسكن معاها لان هي محتاجاها جنبها جدا. وفعلا بنتها بتقول ان في اقرب وقت هتيجي تقعد معاها. اخر الليل بتتخانق والدتها مع عمتها وبتطلع الاكل عليها وبتعصبها جدا، ولكن شخصيتها المره دي بتكون ضعيفه وبتسكت. بتكون والدة جان في قمه سعادتها. وفي الشركه حبيبه نيت بتحاول انها تغري اخوك، وبالفعل بتقدر انها تعمل ده لان هو اساسا بتاع بنات وكلنا عارفين يعني. وبتكون جوله نيت خلصت مع جان وراح الشركه عشان ياخد شويه حاجات ليه، ولكن بيشوف اخوه مع حبيبته وبيتصدم صدمه عمره. وبعدها بقى بنروح لبيت كوبر وجان اللي بيكون سان ومراته جم عشان يزوروهم، وبيبدأ انهم يشربوا وياكلوا لحد ما بيتعبوا. لما بيقوم كوبر علشان يجيب حاجة بتوقعهم جان في الكلام، وبتعرف ان بيم كانت حبيبته وان هي سابته في الليلة اللي كان هيتقدم لها كزوج، وان هو طول ال8 سنين ما حبش اي بنت، عشان كده هم حتى مستغربين انه حبها بالسرعة دي. لما بيرجع البيت بتعمل نفسها ما سمعتش اي حاجة، بس بتقول انها هتروح معاه بكرة المستشفى عشان تكون جنب بيم. بالفعل بيروحوا سوا تاني يوم، وبتكون طبعا بيم مش عايزاه يكون معاها وكانت مخططة انه يكون لوحده، ولكن الجاسوس بيكون لسه برضه بيراقبهم وبينقل كل المعلومات دي للجد. وبعدين في الشركة نيت بينقل معلومات لجده ان شركة كوبر لسه بيفكروا في الموضوع، وبيكون نيت معترض على الشراكة دي وبيقول ان مستحيل كوبر يقدر انه يكسبهم في السوق، ولكن جده بيقول انه كده غشيم لان كوبر يقدر بشركته يتعاقد مع اي حد، وانهم لازم يتعاقدوا معاه وما يخسروش الشراكة دي مهما حصل. بعدها بنشوف كوبر وهو رايح لوالده جان علشان يقعد ويتكلم معاها، وبيطلب منها تخلي بالها من بنتها لان هو هيسافر كام يوم. ولكن عمتها بتشوف الوضع وبتعرف ان هو صاحب شركة كبيرة جدا، وبعد ما بيمشي بتروح تتكلم مع والدتها وبتقول ان بنتها محظوظة زيها. فبيتخانقوا سوا وبتقع والدتها على الارض وبتتعور. بعدها بنشوف كوبر لما بيسافر بانكوك وبيلاقي ان بيم مستنياه هناك لان هي كمان هتكون محتاجة تقعد في بانكوك شوية بسبب انها محتاجة تكشف على نفسها في البلد دي لان الاطباء هنا احسن. بتطلب منه تقعد معاه ومش بيكون موافق، بس يا عيني قلبه بيحن وبيوافق. ده انت ليلة ابوك سودا. اول لما بيخش جوه بيكون هو عايز ينزل ينام على الكنبة وهي تخش تنام في الأوضة، ولكن هي بتحاول انها تقرب منه وبتقول انها لو اتطلقت هو المفروض يرجع لها لان هو عارف انهم اكتر 2 حبوا بعض في الدنيا وانها اختارت زمان غلط. بتفضل تقول الشريط اللي احنا حفظناه ان هي لو كان رجع بيها الزمن ما كانتش هتختار نيوت. وبنشوف جان وان هي راحت لبيت جدها علشان تقعد مع والدتها، ولكن من الاحترام بتروح وبتتغدى مع جدها، وعمتها بتكون قاعده بتتغدى معاهم، ولكن جدها بيطردها وبيكون عايز يقعد مع جان بس، وبيسالها هي اشتغلت مع الشركه المنافسه عشان حاببها ولا عشان الفلوس. فبتقول انها لما اشتغلت هناك اشتغلت لان هم قدروها وخلوها المستشاره بتاعت الشركه، وان هي كانت واثقه انها لو اشتغلت معاه ما كانتش هتاخد نص التقدير، وان هي واثقه ان الشغل عنده اهم من مشاعر البني ادمين. وبتقول انها لو خلصت الكلام معاه فهي هتطلع عشان تشوف والدتها، ولكن والدها بيعرض عليها عرض وانها تشتغل معاهم بضعف المرتب اللي هي بتاخده هناك، بس هي بتقول انها مش بتحب تغدر باللي بيحبوها، وان ده لو عادي بالنسبه له فهو مش عادي بالنسبه لها هي. ولما بتطلع تطمن على والدتها بتلاقي انها سخنه، ولما بتسالها عن صحتها بتقول انها كويسه، ولكن هي محتاجاها تقرب من جدها شويه لان هو كان بيسال عنها اخر فتره وواضح ان هو محتاج لها ترجع البيت. لما بتشوف رجلها بتعرف طبعا ان عمتها هي اللي عملت كده، ولما والدتها بتنكر بتنزل تسال الخدامه وبتقول انها ما شافتش الحقيقه، ولكن غالبا هي اللي كانت موجوده وقتها. فبتروح تخبط على عمتها اللي بتكون بتحاول تنام، وبتقول انها لو عملت كده مع امها تاني هتزعل منها جدا، وهي عارفه ان تهديدها هتقدر تعمله. بعدها بتنزل فبتقابل اخوها نيوت وبيطلب منها انهم يفضلوا يتكلموا شويه في الجنينه لان هو محتاج يتكلم مع حد. بيسال عن كوبر لو هو كان شخص كويس، فبتقول ان هو بيعملها كويس جدا وبيحبها وانه مش لازم يخاف منه. فبيقول حتى لو كان كوبر كويس فبيم مش كويسه، كل شويه تحاول انها تبعد عنه، وان هو خايف تحاول مع كوبر تاني، وان هو بيحبها جدا وهي بتتضايق منه لانه خانها كتير جدا، بس هي اللي كان دايما بتبعد عنه ومش بتخليه يقرب منها. في الوقت ده بنشوف بيم وهي بتحاول تقرب من كوبر في البيت وبتقول انها محتاجه تحضنه، ولكن كوبر بيطلب منها انها تطلع تنام وتسيبه دلوقتي لان هو عنده شغل. تاني يوم الصبح بتروح المطبخ علشان تساعد صاحبتها، ولكن بتلاقي ان عمتها جت فبتستخبى وبتسمعها بتجيب سيره والدتها بالسيره الوحشه، فبتطلع وبتقول انها لو ما توقفتش عند حدها هي هتوقفها، وان هي من 8 سنين ضربتها وانها تقدر تعملها تاني دلوقتي عادي جدا. بتشوف ان جيت شافت الانوار شغاله في شقه كوبر، بتكون فاكره ان صاحبتها رجعت، ولكن لما بتروح تخبط بيم هي اللي بتفتح ومش بتكون عارفه تعمل ايه، وبترن على صاحبتها كتير عشان ترد عليها ولكن هي بتكون مشغوله. وبنشوف ان الجاسوس شاف بيم وكوبر سوا في المستشفى، وطبعا الصور دي بتروح على طول عند نوت، طبعا بيروح على طول عند اخته اللي بتكون عرفت من صاحبتها نفس الحوار اللي هو جاي يقوله. بيخليها تتصل بحبيبها عشان تعرف منه هو بيعمل ايه، ولكن طبعا كوبر بيكذب عليها وبتكون مش فاهمه هو ليه بيعمل كده. بعد ما بيخلصوا الجلسه المفروض ان هو بيروح على شقته وبيقول لها هتطلع لوحدها، ولكن بتقول انها تعبانه جدا ومش هتقدر تطلع لوحدها،
فبيحاول انه يسندها عشان يطلعوا سوا، وبتكون جيد واقفه تحت وبتشوف ملامحها وان هي بتحاول تصيع عليه. اول لما بيطلعها بينزل علشان بيكون وراه مشاوير، وهي بتكون طالبه اكل علشان لما يرجع ياكلوا سوا، ولكن بتكون جان هي اللي جت مش الدليفري. بتقول ان عيب عليها تكون ست متجوزه وانها جايه مع راجل غريب تسكن معاها لوحدهم في مدينه تانية. فبتقول ان الراجل اللي هي بتتكلم عنه ده كان حبيبها زمان وانها كانت بتحبه وهو كمان عمره ما يقدر ينساها، وبتوريها صورتهم وهما الاتنين سوا وهي حضناه. بتكون اخدت الصوره دي على غفله من غير ما هو ياخد باله، ولكن هي زي العبيطه بتروح لصاحبتها اللي بتوعيها وبتقول لها ان هو اكيد ما كانش يعرف بالصوره دي، لانه لو كان عارف كان حتى اداها وشه، وان هي شافت ملامح وشها وهي طالعه معاها على السلم، وان هي واثقه ان هي اللي بتعمل كده، وبتثبت انها تقدر تاخد صوره وهي حضناها من غير ما هي تاخد بالها. وعشان كده هي بتروح بسرعه على شقته وبتلم هدومها وبتطردها من شقته. بتقول انها لو عايزه فعلا تفضل صديقه كويسه ليه تمشي، لانها لو ما عملتش كده هتقول انها كانت بتكذب عليه كل الوقت ده. بيكون كوبر قاعد مع جدته وبيعرفها انهم من العيله المنافسه، وبتكون هي عارفه كل ده اساسا وهي حطاها تحت اختبار، ولكن لما بيعرفها انهم مرتبطين بتكون متفاجئه جدا لان هي عارفه انه بيحب بيم، ولكن بتفرح ان هو قدر يتخطاها. وفي نفس الوقت ده جد نوت بيكون بيهزقه هو ونيت لانهم مش قادرين يعرفوا معلومات كتيره جدا عنهم، وكمان المشاكل الاقتصاديه اللي موجوده عندهم مش لاقيين لها حلول، وان كان في عمليات اختلاس هم ما يعرفوش عنها اي حاجه. ولما بيرجع كوبر البيت بيلاقي جان موجوده وبيسال عن بيم، فبيعرف انها سابت البيت، وبتتصل بيه بعدها بيم عشان تطمن انها ما عملتش مشكله، وبيحاول ان هو يبرر الموقف وانه ما كانش عايز يقول علشان ما يخليهاش تزعل، ولكن هي اللي اتحايلت عليه تفضل معاه، ولكنها بتسيبه وبتنزل تقعد مع صاحبتها علشان تفضفض معاها شويه. وتاني يوم الصبح بيكون راجعين على الشركه خلاص، وبيفضل يجي وراها لحد ما بيقدر انه يصالحها ويعرفها انه هو لو في مليون ست قدامه هيختارها هي، وان هي استعطفته مش اكتر، وهو عشان كان معاها لمده سنتين فكان عايز انه يخليها مطمنه بس وهي في المستشفى. وبعدها بنشوف بيم وهي في المطعم مع اصحابها وبتجيلها اخبار من المستشفى ان التحاليل بتاعتها اثبتت انها حامل. وبعدها بنشوف كوبر وجان وهم رايحين مع بعض الفندق، وبتاخد اوضتين ما ينفعش المدير والمستشاره يكونوا في نفس الغرفه سوا، وبتقول انها عملت كل اللي هو قال عليه، وانها اتفقت مع الشركات الصغيره عشان يقعدوا يتفقوا سوا. وبتطلع خدمه الغرف على اوضتها علشان تديها فستان هو اللي جايبه، وبيطلب منها تنزل بالليل المطعم عشان يتعشوا سوا، وبالفعل بتلبس فستان الملايكه ده وبتنزل وبيكون شكلها حلو جدا، وبيكون هو مستنيها في المطعم وحاجز المكان كله عشانهم. لما بتروح تقعد معاه بتقول انها اكتر حاجه مش بتحبها في حياتها هو الكذاب، وهو كذب عليها مع ان هو كان يقدر يقول الحقيقه، واكيد هو لو كان شرح الموضوع كانت هي تقدر تفهمه. ولكن في الوقت ده بيجي نوت ومش بيكونوا فاهمين هو عرف منين مكانهم، وبيساله هو كان بيعمل ايه مع مراته هناك في المستشفى، ولكن كوبر بيطلب من جان انها تمشي معاه، بس هو بيكون عنده كلام يتكلم معاه فيه. بيساله عن علاقته بمراته، فبيقول انه من الاحسن يسال بيم عن الموضوع ده. بتكون جان قاعده مش مصدقه ازاي اخوها قدر انه يجي بالصدفه لتاني مره، وكمان في الطريق بيقابلوا بيم اللي بتكون جايه معاه. بعد ما بيمشوا هما الاتنين بيفضلوا يتخانقوا كالعاده، وبتقول انه هو كان جايبها عشان تشوفهم هما سوا مش اكتر. ولما جان وكوبر بيطلعوا الاوضه بيقولوا انه مستحيل كل مره بيقابلهم فيها نوت تكون صدفه، واكيد بيراقبهم واكيد عارف كمان كل حاجه عن شغلهم. وتاني يوم الصبح بيفضل نوت مستني الشركاء بتوع كوبر عشان يجوا، ولكن هي بتكون غيرت الميعاد بسبب انها فاهمه دماغ اخوها. بيطلب منها تكون في صف عيلتهم احسن ما تكون في صف كوبر، لان هو مش هيفضل جنبها كتير. وبعدها بيروح يتكلم معاه وبيقول ان هو كده بيختلف معاه في الشغل، وان هو لسه بيحضر الورق عشانه وهو رايح يتفق مع ناس تانية. بيقول انه بطيء جدا وانه مش بيحب البطء ده في الشغل، وعشان كده راح يتفق مع ناس تانية. فبيقول له ايه رايك بقى لو حبيت زوجة شخص تاني؟ بيقول ساعتها افكر ايه السبب اللي خلى مراته تسيبه، فبيضربه وبتيجي بيم تحوش ما بينهم. ولما بتمشي ورا كوبر بتخش وراه الاوضه بتحاول انها تحضنه، فبيبعدها وبيقول انه مش محتاج خناق اكتر من كده، وانه بقى شايفها مجرد صديقه، وان هو ما بقاش بيحبها زي زمان، وده بيدمر قلبها. ولكن ده بيكون الصح لان غير كده هتكون بتكذب على نفسها. وبنشوف ان نيت عدل شويه حاجات في بيانات الشركه بما ان نوت مش موجوده، وبعدها بتكون جان قاعده لوحدها وبتفكر في حاجه، وبعدها بيجي كوبر وبيكون استحمى وغير هدومه، فبتستغرب ولكن بتنزل هي وهو. لما بينزلوا بيلاحظوا ان في حد ماشي وراهم، ولما بيجروا وراه مش بيقدروا انهم يمسكوه، وفجأة بيلاقوا نوت واقف معاهم وبيطلب منهم يروحوا المطعم يتكلموا في الشغل. ولما بيروحوا هناك بيعرض عليهم عرض ما يتفوتش، وبيطلب منها كوبر انها تروح تجيب الورق القديم عشان يقارنوه. وفي الاسانسير بتقابل بيم جان وبتديها زرار من قميصه وبتقول انه اكيد نسيه معاها عشان تخليها تشك فيه زيادة. ولما بتروح الأوضة بتلاقي ان زرار قميصه فعلا مقطوع، وبتشك انهم كانوا سوا، وعشان كده هو استحمى وغير هدومه. بتكون طبعا متضايقه منه جدا ومش بترضى انها تقعد معاه في نفس البيت، فبتروح بيت صاحبتها وهو كمان بيطلب منها انه يفضل معاهم، ومش بتكون عايزه انها تضايقهم، فبتسيب هي البيت وبتمشي وبتنزل تاكل من تحت، وبيفضل هو معاها في البيت وبيحاول معاها تقول اللي مضايقها ولكن مش بتوافق.
وكالعادة بيم ونوت بيتخانقوا، بتكون هتسيب البيت ولكن جده بيصحى وبيشوفهم. لما بيسأل مراته رايحة فين بتقول إنها رايحة المنتجع عشان بقالها فترة ما بتروحش، فبيوافق. وبعدين بياخد حفيده عشان تتكلم معاه شوية في الشغل، وبيقول إنه لازم يشوف الورق اللي نيت تسلمه، لأن الورق بيقول إن مفيش أي زيادة أو نقص في الحسابات آخر 5 سنين، وإن الأرقام الأولى كانت غلط. بعدها بنشوف جيد وهي راجعة على بيتها وبيشوفها كوبر وبيطلب منها طلب إنها تروح تقعد في بيته ليلادي وهو هيخش يقعد مع جان. بالفعل بيخش وبتكون مخضوضة منه جدا، بيفضل يسألها كتير هي ليه زعلانة منه لحد ما بتوريه الزرار وبتقول إن بيم اللي اديتها الزرار. بيفضل يضحك وبيقول إنها كانت غيرانة عليه وعشان كده كانت زعلانة، وبيفهمها اللي حصل كله. تاني يوم الصبح بيعمل نسكافيه وبيفضل يتأمل فيها شوية، وبعدين بيخرج من الأوضة وبتكون هي صاحية أساسا. وبعدين بنشوف إن نوت كان شايل أوراق على جنب من الملفات الأصلية للشركة علشان لو حب نيت إنه يعمل أي حاجة يكون هو عارف. بعدين بنشوف بيم وهي بتتكلم مع صاحبتها، وبنشوف إن والدتها زمان هي اللي قالت لها تروح مع نوت، لأن هي لو قدرت تخليه هو الحفيد المحبوب وسط ال3 اخواته هتقدر ساعتها تاخد كل الثروة، ولكن هي دلوقتي عايزة تتطلق لأنها مش عايزة أي حاجة منه. وبالليل بيكون كوبر وجان رايحين المطعم لسان وصاحبته، ولكن كوبر بيتعرض لإطلاق ناري، وبيكون في شخصين مقنعين وواحد بيضرب عليه والتاني بيجري وراه عشان يمسكه. بتكون الطلقة في كتفه مش خطيرة خالص ولكن بينزف دم كتير، وبيقول إن هو شاكك في نوت لأن هو هدده بالقتل. تاني يوم بيعرفوا إن الشخص اللي ضرب عليه النار لقوه ميت في الأرض، والشخص التاني اللي كان بيجري وراه مش عارفين عنه أي حاجة. فبتروح جان بيت جدها وبتلوم نوت وبتقول إنه هو اللي عمل كده، وكمان مراته بتيجي وبتأكد على المعلومة. ولكن طبعا نوت بياخد مراته بره وبيقول له إنه هو ما عملش أي حاجة، وإنه هو كان بيخلي الراجل بتاعه يمشي وراه مش أكتر، ولكن مش هيقتله يعني، وإنه هو لما هدد كان بيقول أي كلام ولكن هو مستحيل يقتل حد. بعدين والدة جان بتقول لها لازم تاخد بالها من نفسها جدا وكمان حبيبها، لأن والدها برضه حصل معاه نفس الموقف والحادثة اللي مات فيها أكيد كانت متدبرة. في الوقت ده نوت بيتصل بالراجل بتاعه اللي بيكون مصاب وبيداوي نفسه وبيطلب منه إن هو يقابله، ولما بيقابله بيسأله عن الراجل اللي ضرب على كوبر نار، بيقول إن هو ما يعرفش عنه حاجة وإنه مشي وراه عشان يعرف هو مين ده ولكن ما عرفش. بعدها بنشوف نيت وهو خايف جدا من جده إنه لو عرف حاجة ممكن يدمره، ولكن والدته بتقول إنه هو لو خلى كل حاجة على نوت ممكن يدخله السجن أساسا، وبكده مش هيكون في حد له رأي غيره هو. وبيكون نوت سامع كل الكلام ده وبيتنصت عليهم. بيفضل نوت طول الليل مع الأوراق يفكر في الاقتصاد بتاع الشركة، وبيلاقي إن في فجوة كبيرة جدا في الأرباح من 2018 لحد 2022. وبعدين بنروح للكابلز الجميل جدا جان وكوبر اللي بيقول لها إنه هيروح لجدته وهيطلب موافقتها على جوازهم، وفي نفس الوقت ده بيكون نوت لسه بيدور على أي دليل، وفي نفس الوقت الراجل بتاعه بيكون ماشي ورا أخوه ولكنه بيلاحظ إنه اتكشف وبيتصل بنوت عشان يعرفه. تاني يوم الصبح بيكونوا رايحين الشغل وبتكون عايزة تداوي جرحه، ولكن هو بيقول إنه عمل كده عشان كان مستعجل، وبيبدأوا إن هم يقربوا من بعض. ولكن فجأة جدته بتيجي وبتكون مستغربة إنهم عايشين سوا، وأخوه بيقول إن هي كانت عايزة تعمل لها مفاجأة وبتسأل عليه هو اتصاب فين، فبيقول إن الوضع مش خطير وإنها في كتفه، وبتقول إنها محتاجة تتكلم مع الرئيس بتاع شركة جي بي. بالفعل بتروح وبتقول إنها لازم تغير التعاقد بتاعهم، فبيقول إن كل حاجة كانت تمام، إيه اللي اتغير؟ فبتقول اللي اتغير إن حفيدك بيهدد حفيدي بالقتل، وإن هي مش هتوصل الموضوع للشرطة، ولكن لو ما وقفوش اللي هم بيعملوه هيكون خطر جدا عليهم. لما بترجع عند كوبر وجان واخوه بتقول ان المكتب بتاعهم مقفول مؤقتا لحد القضيه دي ما تتحل ويعرفوا مين اللي عمل كده، وان هي مستحيل يهدى لها بال او حتى تكمل الصفقه دي قبل ما تعرف مين اللي اتجرأ وحاول انه يقرب من حفيدها، ووقت ما تعرف كده مش هترحمه، وبكده يبقى الشراكه ما بينهم وقفت مؤقتا لحد ما يعرفوا مين السبب في الجريمه. دلوقتي بيم مش عارفه هتعمل ايه في حملها، وبتكون في نفس الوقت صديقه سان بتدور وراها. فقال يا ترى ايه اللي هيحصل في الجزء الجاي ده اللي هتعرفوه في الملخصات الجايه. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، تفعلوا زر الجرس عشان توصلكم اشعارات بكل جديد، دوس لايك عشان الفيديو يوصل للناس اكتر. سلام يا صاحبيكا.